السلام عليكم. معكم منصف كوشا يحييكم بتحية الإسلام من ولاية بنزرت تونس. حياكم الله أحبتي في الله. موضوع اليوم سنتحدث عن طريقة تقديم بعض الفيتامينات الكثير يقدم فيها بالغلط. مثلا نتحدث عن المطهر الكبدي أو منشط الكبد بلغة أوضح، أفيكول. الطريقة الصحيحة هي 12 قطرة في 60 مليلتر. كثير أراهم يقول 4 في 50 مليلتر و5 في 50 مليلتر. هو خطأ خطأ خطأ. كذلك تقديم AD3E الفيتامين المجهز 4 قطرات في 40 مليلتر. هذه لمن طيوره ألف الفيتامين، يعني فيتامين جسدها دوما تتعاطى في هذا الفيتامين، ليس لم تأخذه نهائي ونعطوها نفس الدوز، لا، غلط. 4 قطرات في 40 مليلتر، ونحن نقدم 4 قطرات في 50 مليلتر تخفيف الماء لكي لا نحصل في مشاكل. كذلك الفيرتيفيت 1 غرام في 250 مليلتر ماء. 1 غرام في 250 مليلتر ماء، ربع لتر ماء. أومنيفيت 1 غرام في 250 مليلتر، ربع لتر ماء. بريد ماكس الفيتامين المخصص للإناث لتكوين عنقود البيض، 10 غرام، 10 غرامات في 100 غرام باتي من المستحسن باتي فلاي، الباتي البيضاء، 10 غرام في 100 غرام باتي، أو 100 غرام مكسرات، أو 100 غرام من البيض المجفف. كذلك تقديم الديدان، والكثرة من الناس يتساءل عن كيف نقدم الديدان. يوجد كثير من الطيور تأكل الديدان حية. معدل الديدان الذي نقدمه للطير 2 2 فقط، مرة كل 3 أيام. فيتامين نيكتون 1 غرام في ربع لتر في 250 غرام، في 250 مليلتر عفوا، أو 1 غرام في 100 غرام باتي أو مكسرات. كذلك الفيرتيفيت ممكن أن نقدمه في الباتي، 1 غرام في 100 غرام باتي. لكن هذه الفيتامينات في الماء تعطي أكلها أحسن من الباتي أو الأكل. في الماء تعطي صحيح الطيور لا تشرب كثيرا في البرد، لكن في الماء تعطي نتائج أفضل من الباتي والمكسرات. أتحدث عن الفيتامينات. كثير من الفيتامينات المهم يكون الفيتامين أصلي ليس مغشوش، لأن الكثير يقدم مسكين شهر من تقديم فيتامينات ولا نتيجة تذكر، 0 من النتائج. لا تجهز طيور، وبالعكس قد تمرض الطيور وليس تجهز. هكذا الكثير يقع في هذه المشاكل دون علم. يجب الأصلي أو نتأكد على البيطري أحسن، نأخذ المكونات البيطرية أحسن أو البشرية، لأن كثرة الغش فيما يخص الطيور
أو نأتي بشيء من الخارج تجده أصلي وليس فيه غش. هكذا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله يوم آخر وفيديو لاحق آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، ومع السلامة إخوتي في الله.